الطاقة الغذائية. تنتج الطاقة عن احتراق المواد الغذائية، والطاقة ضرورية لحركة الجسم والمحافظة على حرارته، وهذه الطاقة مخزونة في المكونات الغذائية التي هي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. والطاقة المتناولة من الغذاء تستعمل للقيام بالأعمال الميكانيكية اليومية، وإدامة الأنسجة في الجسم، وزيادة النمو واستمرار الحياة. الطاقة المتناولة تتحول إلى طاقة حركية وطاقة حرارية، والإنسان كالحيوان يتناول الطاقة الغذائية ويحولها في الجسم إلى طاقة حركية وحرارية، وأغلب الطاقة تتحول إلى طاقة حرارية للمحافظة على حرارة الجسم. ف25% من الطاقة المتناولة تتحول إلى طاقة حركية يستخدمها الإنسان لعمله اليومي، و10% من مجموع الطاقة التي يحتاجها الجسم تستخدم لعمل الجسم اللا إرادي أو العمل الداخلي، مثل ضربات القلب اللا إرادية، وحركة عضلات التنفس المستمرة، وعمل أعضاء الجسم الأخرى كالمعدة والأمعاء والكبد والكلي. عندما يكون الإنسان في حالة راحة تامة ولا يقوم بأي حركة عضلية، فالطاقة التي يحتاجها هي لعمل الأجهزة الداخلية والمحافظة على درجة حرارة الجسم. تختلف الطاقة التي يحتاجها الجسم باختلاف الأعمال التي يقوم بها الشخص، فالوقوف يحتاج إلى طاقة، والحركة البسيطة تحتاج إلى طاقة، وتزداد الطاقة بازدياد العمل الذي يقوم به الشخص. إن الشخص الذي يزن 80 كيلوغراما يحتاج إلى طاقة غذائية أكبر من الشخص الذي يزن 40 كيلوغراما، فكلما زادت ضخامة الجسم احتاج الشخص إلى طاقة أكبر، وخصوصا الضخامة المتكونة أكثرها من عضلات كما عند بعض الرياضيين. أما الضخامة الناتجة عن الشحوم المتراكمة في الشخص السمين فقد تؤدي إلى زيادة في حجم الجسم، ولكن هذا النوع من الأشخاص قد لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الغذاء، فهناك أشخاص ذو سمنة ولكن يتناولون غذاء يساوي ما يتناوله أشخاص أقل منهم وزنا. الجو البارد يحفز الشهية، والجو الحار يقللها، لذا ففي الأجواء الباردة يحتاج الشخص إلى تناول كميات كبيرة من الطاقة الغذائية للمحافظة على درجة حرارة الجسم، بينما في الأجواء الحارة تقل هذه الحاجة.